البزنس في اشكال كتير للنمو، لكن محتاج تختار الطريقه اللي تناسب. في طريقه زي البيرسونال براندنج، وفي طريقه زي انك تعمل فروع للبزنس، في طريقه زي ان انت تعمل تيم قوي من السيلز تيم يقدر ان هو يبيع لك ويعمل لك جروث. وفي طريقه مختلفه ناس كتير ما بتروحلهاش، لكن هي انسب طريقه للناس اللي بتهتم بالتفاصيل، هي طريقه التكامل الانتاجي. ايه طريقه التكامل الانتاجي دي؟ طريقه بكل بساطه تستخدمها شركات كتيره كبيره، بس هي باديه من الاول على الاساس ده. انت عملت منتج، المنتج ده او الخدمه اللي انت بتقدمها دي ايه اللي بعدها وايه اللي قبلها؟ فلو انت مثلا عندك دار نشر، ايه الخدمه اللي انت تقدر تقدمها قبلها؟ ان يكون عندك مطبعه، وقبلها ترجع خطوه قبلها انك تستورد الورق، وقبلها وهكذا. وايه الخدمه اللي انت تقدر تقدمها بعدها؟ ان يكون عندك مكتبه، ان يكون عندك مكاتب، ان يكون عندك فروع، ان يكون. فانت كده خدت الخط من اوله والاخر. في شركه قامت بشكل كبير على الموضوع ده زي ببساطه BYD قدرت ان هي مش بس تجمع العربيه او تصنع العربيه، لا، هي العربيه محتاجه ايه؟ محتاجه بطاريه بشكل ومواصفات معينه، انا هعمل البطاريه دي. هي العربيه دي محتاجه ماتيريالز بشكل معين، انا هعمل الماتيريالز دي. العربيه دي محتاجه ايه؟ افضل ارجع واجيب كل حاجه. فبالتالي القرار يبقى عندي، الوفرة تبقى عندي، أنا قادر أتحرك في الإنتاج بشكل مختلف، وفي نفس الوقت تكاليفي أقل، لأنها ببساطة أنا ما خدتهاش من مورد. فمدرسة التكامل الإنتاجي بكل بساطة محتاج إن أنت تحطها في اعتبارك في البيزنس، لأنها هتفرق معاك في نمو البيزنس بشكل مختلف، وفي نفس الوقت هتوصل لأرباح مختلفة وأرقام مختلفة، لأنك ببساطة قللت تكاليفك وقللت التزاماتك.